بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده النهاردة معاكم فيديو جديد. السمك المشوي هنعمله على الجريل على البوتاجاز. طريقة حلوة جدا جدا وهتعجبكم. معاه رز اللي هو الصيادية اللي هو البني. في ناس بتعمل السمك برز الأحمر اللي هو بالطماطم وكده، بس لا، أنا متعودين بصراحة السمك عامة مشوي او سمك مقلي. الرز اللي هو البني ده اللي هو بنكرمل البصل ونعمله زي ما انتوا هتشوفوا معانا في الفيديو دلوقتي. طبعا انا معايا النهارده سمك بلطي. السمك البلطي هو لا كبير قوي ولا صغير قوي، هو وسط. طبعا انا نضفته، يعني انا نضفته، ما جبتش ان انا وانا بنضفه. يعني كلنا عارفين السمك بنضف ازاي، لان اغلبيه الناس كمان بتنضفه عند الراجل. يعني انا كتير ساعات بنضفه عند الراجل، بس ده انا بصراحه انا اللي عملته. خلاص نضفت السمك كويس جدا، بس ما شلتش القشره اللي بره، يعني ما قشرتوش، ما كحتوش من بره. وحيقته بصل بتاع ده، توم وفلفل وكمون وملح، فلفل هريسه فلفل انا طحناه، فلفل احمر واخضر كده. انا طحناهم وحطاه في بطرمان، باخد منه بصراحه لما بحتاج لاي دقه. المهم حطيت من دقه السمك دي ملح وفلفل وتوم وكزبره وكمون والكلام ده كله. حيقت السمك بتاعي وسيبته حوالي بتاع نص ساعه كده. وقطعت يعني قطع طماطم صغيره. السمك احنا ممكن نحشيه، يعني ممكن تحشيه جزر وطماطم وخضره مثلا على بعض كده وتحشيه من جواه، بس انا بصراحه ما حشيتوش، انا اكتفيت بالدقه بتاعته اللي انا حطيتها من على الوش يعني. على فكره في الطبق ده مش دم ده، انا طبعا سمك غسلاه كويس جدا. ده مطرح الدقه التوم الفلفل الاحمر اللي انا طحناه. تمام، انا كان عندي كميه فلفل احمر كتير فانا طحنتها، لو تاخدوا بالكم هي بقيتها على الطبق اهون. عشان الناس يعني تقول لك السمك في دم والكلام ده كله، لا لا، دي الدقه. تمام، لان انا كنت مصفياه في طبق اصلا كمان، بس انا حطيت الدقه كمان عليه من بره عشان يبقى ليه طعم كويس. زي ما انتم شايفين كده جبت رده والسمك اخدته، بدات احطه في الرده. طبعا ولعت على الجريل، سخنتها كويس جدا جدا جدا، يعني بحيث ان انا لما احط السمكيه بتسمعي صوت التش دي. وبدات ان انا الرده طبعا انا مش حاطه عليها اي حاجه، هي رده بس كده، هو بس رده ناعمه. وبدات ان انا حطيت غلفت السمك كويس قوي قوي من الجناب، ورحت حطاه كده هو. بصوا زي ما انتم شايفين كده الجريلا دي سخنه جدا جدا على فكره، مش سخنه بسيطه يعني. لا، في الاول خالص لازم تبقى سخنه قوي قوي، وبعد كده واحده واحده ببدا اهدي عليها النار بحيث ان السمك يستوي. وخاصه ان السمك بتاعي لا كبير ولا صغير، السمك بتاعي وسط. هنا بقى بدات اعمل البصل. انا بحب الرز بتاع السمك بيبقى البصل فيه كتير، والبصل ما بيبقاش حتت صغيره. بصراحه رز السمك ده بالذات بحس ان البصله لما تكون فيها كبيره شويه، في الرز ده كبيره شويه بصراحه بتعجبني اكتر، يعني بستطعم بطعم الرز اكتر. هنا لو تاخدوا بالكم ان السمك بدأ لونه يغمق شويه، بحيث ان هو يعني كده دي علامه ان هو الناحيه اللي تحت دي بدأت تتحمر. انا مش هقلبه ولا هاجي جنبه نهائي 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 الا لما احس ان هو اتحمر من تحت. هنا دي الدقه، بقيت الدقه حطيتها في طبق بس كبير اللي انا هسقي بيها، وحطيت عليها ميه سخنه. وطبعا ظبطت الملح بتاعها وكمون وفلفل اسمر، يعني ظبطت الدقه بتاعتها. خلاص يعني انا كده عملت الدقه بتاعته كده. بقيت الدقه اللي فاضت حطيتها في طبق وعليه ميه سخنه وركنتها على جنب. لما يطلع بقى هنسقي بيها. بصوا شفتوا انا ما قلبتش خالص الا ولو تاخدوا بالكم هتقلب بكل سهوله، لان انا ما حطيتش اي ماده سايله عليه. لو حطينا بقى، انا الاول كنت بعمل كنت برش عليه دقه فكان بيهري السمك معايا. كده البصل، بصوا بعد ما البصل اتكرمل معايا انا بحب احط ملح فلفل اسمر كمون. ولو عايزه تحطي ماجي مفيش مشكله، بس انا حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون. حطيتهم على البصل، حبيت ان انا احمر الدقه شويه مع البصل، وبعد كده سقيته ميه وسبته يغلي شويه بس غلوتين، وبعد كده احط الرز عليه. كده دي الطريقه بتاعه الرز، ما فيهاش طبعا اي حاجه. السمك بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، انا بسيبه على الجنب مثلا بتاع ربع ساعه يتحمر كويس قوي، وبعد كده ببدا اقلبه على الناحيه التانية.
لا اتهرى من الجناب ولا اي حاجه. بصوا انا قربت لكم الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوا السمكه ماسكه نفسها كده. الرز طبعا لما غلي شويه، الميه لما غليت بالبصل عشان تطلع بقى الكرمله بتاعتها ويبقى لون البصل لون الرز بني. بس كده بدات ان انا غطيت عليه وسبته. هنا السمك بقى طبعا انا مستمر ان انا مع السمك ان انا معاه واحده واحده عشان مش عايزاه يتهري. لو تاخدوا بالكم بصوا ما بقلبهوش الا لما بحس ان الناحيه التانية اتحمرت كويس قوي. بصوا هو كده تقريبا 3/4 سوا، يعني هو كده خلاص 3/4 سوا. لو تاخدوا بالكم انا ما قلبتش فيه او ان هو مش مهري. لو كنت بقى حطيت عليه الدقه اللي انا كنت بحطها الاول دي كان بيتهري مني، وبصراحه كنت ببقى متضايقه جدا لدرجه ان انا كرهت ان انا اشوي السمك في البيت، مع ان انا بحب اشويه في البيت طبعا عشان مش عايزه عليه دهون نهائي. يعني ساعات في المحلات بيرشوا عليه زيت والكلام ده، انا مش حابه ان انا اخلي عليه اي زيت نهائي. هنا الرز بدأ يتشرب فغطيت عليه. طبعا ريحه السمك بقى وهي طالعه، ريحه الشوي دي كانت حاجه خطيره يعني. على فكره السمك المكاريل بعمله بنفس الطريقه كده. بقى انا جهزت الدقه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. انا ظبطت الملح والفلفل والكمون بتاعها. بطلع السمك وهو سخن ما بستناش يبرد، وهو سخن عشان يشرب اكتر من الدقه. بحطه في الدقه كده يشرب منها. حتى انا اول ما بحطه بتسمعي بيتش كده. ليه؟ لان هو انا شايلاه من على الجريلا على الميه على طول على الدقه بتاعته، فبيشرب منها بصراحه، بيتشبع كويس احسن من ان انت ترشي على الجريلا بصراحه. وبيطلع ريحه جامده جدا، بس طبعا السمك بيتهري. لا الطريقه دي حلوه قوي 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 بصراحه. جربوها بجد مش هتندموا، ومش هتشتروا سمك اصلا تاني مشوي من بره. هيبقى في البيت اسهل لكم بكتير. هو كده الفيديو بتاعي خلص. انا حبيت اشارك معاكم تجربه ان انا شويت السمك من غير ما يتهري مني وعلى البوتاجاز وعلى الجريلا. بصراحه الطريقه سهله قوي قوي وما تعبنيش نهائي ولا اي حاجه. بس اهم حاجه يا جماعه ما تحطوش، بامانه ما تحطوش عليه نقطه زيت حتى واحنا على الجريل. ليه؟ عشان تفضل السمكيه بحالها ما تتهريش منك لغايه ما تشيليها من على الجريل نهائي. بدات هنا احط بقى شرايح ليمون وشرايح فلفل رومي وهغرف الرز دلوقتي ويعني كانت اكله حلوه قوي قوي، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وطبعا في اخر الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.